عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفتنا هتكون الكول سلو. معايا نص واحدة من الكابوتشي ونص جزراية، وهعملهم كده في الكب. هي طبعا ما بتتعملش بالكابوتشي خالص، هي بتتعمل بالكرنب الافرنجي اللي هو بتاع السلطة، اللي هو يشبه الكابوتشي. طبعا احنا ما نقفوش على اي حاجة ما كانش عندي ساعتها، فقلت اعملها بالكابوتشي. بعد ما فرمتهم كده هنزل بقى بمعلقتين من المايونيز زي ما انتم شايفين كده، وهانزل بربع كوباية من اللبن. هي المفروض نحط اللبن ده شوية شوية لحد ما اشوف هي عايزة ولا مش عايزة تاني، بس يعني ايه، انا حطيته مرة واحدة، انتوا حطوه واحدة واحدة. بعد كده هانزل عليه بمعلقتين من العسل الابيض زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هانزل بشوية من الملح وادوبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هانزل عليهم على السلطة. طعمها كانت جميل يا جماعة وخطير بجد، وحاجة بسيطة وسهلة. بصوا الجمال. هنقلب بقى كويس كده. وطبعًا دي تكون أحلى وأحلى وأحلى لمّا تتحط في التلاجة، لمّا تبقى ساقعة كده بتبقى جميلة جدًا وخطيرة يا جماعة. بُصّوا ما توقّفوش نفسكم على حاجة، كابوتشي، كرنب أفرنجي، براحتكم، زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا. بس هي الوصفة الأساسية بالكرنب الأفرنجي. إيه رأيكم؟ بُصّوا تحفة وطعمها خطير. يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.